غلطة أي سيلز جديد للأسف بيقع فيها، اوعى تكون بتقع فيها. ايه هي الغلطة؟ بمنتهى البساطة في ناس بتبقى فاكرة عشان خاطر تقدر تشتغل في السيلز ان هي تكون بتتكلم كتير عن المنتج او عن الخدمة اللي في ايديها وتتكلم عن المميزات، ولكن الحقيقة تجيب تماما مع اي عميل. طيب ايه اللي بيجيب وايه اللي بيخليك تبقى بياع شاطر؟ الفكرة كلها ان انت تكون شخص بتسمع اكتر ما بتتكلم. ليه؟ لانك لما بتسمع العميل بتبدأ تعرف مشكلته الحقيقية، فبتبدأ تطبق المنتج اللي في ايدك على مشكلته، فبالتالي بيشوف الحل في المنتج اللي في ايدك او في الخدمة اللي انت بتقدمها له، فبالتالي بيشتري. جملة سمعتها في يوم من الايام وتعلمتها، والحمد لله رب العالمين ان انا اتعلمتها، فرقت معايا كتير جدا في المبيعات. الجملة دي بتقول ايه؟ بتقول لك people don't buy products, they buy solutions to their problems. يعني ايه؟ الناس مش بتشتري المنتج، الناس بتشتري حل لمشكلتها. عشان كده طول الوقت لازم تحسس الشخص او تقنعه ان المنتج اللي في ايدك هو اللي هيحل مشكلته، فالناس بتحب تشتري الحل مش بتحب تشتري المنتج.